الطفل المصري أذكى طفل في الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واللي ما يعرفناش، أنا عمر الجوهري وأنا مش صانع محتوى خالص. عنواننا النهارده عزيزي وهو عن الطفل المصري. الطفل المصري عزيزي وهو مصنف من أوائل الناس الأذكياء على مستوى العالم، وده مش بشهادتنا، ده بشهادة العالم كله. تكوين عزيزي الطفل المصري بيبتدي من هو لسه في اللفة 7 شهور لحد سن 2 وهو بيحاول يتعلم الكلام، وده عشان ذكائه عزيزي يخلي الطفل على قد ما يقدر ان هو بيحاول يلقط الكلمه. فلو ابنك لسه عنده سنه ولا سنه وكام شهر ولسه بيقول انجغا وبيعمل كده، اعرف عزيزي ان هو هيكون ليه شأن عظيم في الذكاء. اما عزيزي ابنك لما يكون من 2.5 لحد 3 سنين وتلاقيه ابتدى يلون، اعرف ان هو من اذكى اذكياء الكون. لما بيكون عزيزي من سن 3 سنين لحد 7 سنين وابتدى يتعلم خبرة الحياة، اعرف ان هو من اذكى اذكياء الكون. عارف ليه؟ الناس بره مصر لما بيعوزوا يتعلموا بيتعلموا من سن 5 سنين. تخيل ابنك متعلم من سن 7 شهور اصلا. وده عشان خاطر سبحان الله العظيم القرآن، لان اغلب الشعب المصري مسلم ومتدين بطبعه، فالقرآن دايما حافظ لسان اولادنا وبيخليهم دايما مميزين. يعني اي تفصيلة بتتم عزيزي قدامه بتلاقي طفلك لقطها بسهولة. الطفل المصري عملوا دراسات عملية وعلمية من زمان واثبتوا ان الطفل المصري اصلا بيولد بجينات ذكية. الطفل لما بيبتدي يتكون بيخش في 7 سنين لحد سن 10 سنين ممكن يحفظ 30 جزء من القرآن بسهولة. زائد ان انت لو خدت بالك ان الفترة دي في حاجة اسمها حساب ذهني بيتضاف للمدارس، والحساب الذهني عزيزي ده مطبق عالميا، ولكن اللي عمله فعلي هو هنا في مصر، لان الطفل المصري دايما بيساعد على ذكاء وتنمية الموهبة. ادعم طفلك عزيزي، ودايما عايزك تطور من موهبته، وربنا خلقه بالذكاء الفطري، احنا ندعمه ونخليه اوائل الناس. كل يوم معلومة جديدة ومعلومة هادفة او غير هادفة، المهم ان انت بتتابعني كل يوم هتلاقي معلومة جديدة. سلام.